اهلا بكم مشاهدينا الى الطبعه الاولى من بين سبورتس الاخباريه في قطر. البدايه الى يوفنتوس، لغز ديل بييرو الذي جعل الجماهير تحلم من جديد، عنوان نقراه في صحيفه توتو سبورت الايطاليه. الصحيفه قالت ان اسطوره يوفنتوس السابق اليساندرو ديل بييرو في حديثه لاحدى الاذاعات في رومانيا صرح ردا على سؤال حول مستقبله انه ينوي العوده الى مقاطعه بيامونتي التي تعتبر تورينو عاصمتها. ديل بييرو أضاف أنه ليس بإمكانه أن يفصح عن طبيعة عمله المستقبلي هناك، وهو الأمر الذي جعل جماهير يوفنتوس تأمل عودة نجمها السابق إلى تورينو من أجل منصب في يوفنتوس. إلى صحيفة ماركا المدريدية ونقرأ فيها: بيل ينسحب من تدريبات ريال مدريد. الصحيفة أوردت خبر مغادرة الدولي لويزي غاريس بيل ملعب سولير فيلد في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية قبل انتهاء الحصة التدريبية استعدادا لمباراة نجوم الدوري الأمريكي بعد شعوره بآلام في كاحله. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الذي عانى من الإصابة الموسم الماضي عاد وطمأن زملائه في الفريق أن عدم إكماله للحصة التدريبية لا يعني إصابته، مؤكدا أن ما فعله لا يتعدى الإجراء الاحترازية وبات بحالة جيدة. في صحيفة ديلي ميل البريطانية نقرأ: إبراهيموفيتش لا يتحكم بالكرة بشكل جيد. تقول الصحيفة إن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وخلال ظهوره في فيلم لاستعراض مهارات التحكم بالكرة صور في ستوكهولم حيث يواصل تدريباته لاستعادة لياقته بعد الإصابة التي تعرض لها، لم يظهر بالشكل المعتاد حيث لم يستطيع التحكم بالكرة بالطريقة التي كان يفعلها قبل الإصابة، حيث بدأ تحكمه بالكرة مهتزا وفقدها أكثر من مرة، ما يشير إلى أنه لم يتعافى بشكل نهائي أو على أقل تقدير لم يستعد كامل مهاراته الأساسية. إلى صحيفة بيلد الألمانية ونقرأ فيها: بوش يمنح غوتسا شارة القائد. الصحيفة أشارت إلى مشاركة ماريو غوتسا مع فريقه بروسيا دورتموند في المباراة الودية أمام أتلانتا لأول مرة بعد غيابه الطويل لمعاناته من المرض، حيث قلده بيتر بوش مدرب الفريق شارة القائد كمكافأة تشجيعية له، علما أنها المرة الأولى التي يلعب فيها غوتسا أكثر من 45 دقيقة منذ 5 أشهر. جمد نادي برشلونة دفع مكافأة لنجمه البرازيلي نيمار بقيمة 26 مليون يورو في انتظار تبيان ما إذا كان سينتقل إلى باريس سان جيرمان أم لا، بحسب ما أفاد مصدر في النادي الكتالوني. المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أكد أن المبلغ المذكور قد تم إيداعه لدى كاتب العدل في انتظار معرفة ما إذا كان اللاعب سيبقى، وتم اعتماد هذه المكافأة قبل عام عندما مدد المهاجم الدولي البرازيلي عقده مع النادي الإسباني حتى عام 2021، وذلك في أعقاب تقرير أيضا عن اهتمام باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته. وكان من المقرر أن يتم دفع هذه المكافأة لنيمار بعد مضي السنة الأولى من عقده الجديد، على أن ترفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد من 200 مليون يورو إلى 222 مليونا. ما زال برشلونة يواصل مساعيه للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم ليفربول، خاصة في ظل غموض موقف مواطنه نيمار. رغبة الكتالونيين في ضم كوتينيو لم تتوقف رغم تأكيد المدرب يورجن كلوب بقاء النجم البرازيلي مع الريدز. في صيف الصراع على النجوم أخذ البرازيلي فيليبي كوتينيو موقعا متقدما في سوق الانتقالات. ما طمع الأندية الكبيرة في الاستفادة من خدمات كوتينيو لم تتوقف رغم التشبث الكبير به من طرف الألماني يورجن كلوب مدربه في ليفربول. حسنا، أنت طرحت السؤال بطريقة أخرى: ما هو تفسيرك إذا قلت إنه ليس متاحا للبيع؟ أنا لا أفهم ذلك. كلمة ليس لا تعني عدم وجود تفسير لذلك، لا شيء جديد فعلا. برشلونة ومنذ أن بدأ الحديث عن مغادرة نجمه نيمار القلعة الكتالونية أعلن عن رغبته في ضم نجم ليفربول، فكان الخبر مثيرا لفضول الصحفيين الذين باتوا يتابعون الحدث بتسجيل ردود الأفعال من الجانبين. التصريحات لم تغير شيئا في مسار اللاعب الذي ظل لاعبا للريدز بحكم العقد المبرم بينهما،
لكن بالمال قد يصبح أمر إنهاء التعاقد ممكنا. دفع الشرط الجزائي مخرج أدخل ليفربول دائرة الشك في استمرار كوتينيو الذي بات محاصرا بإغراءات واحد من أكبر الأندية في العالم. كوتينيو الذي عبر أكثر من مرة عن ارتياحه في ليفربول وعشقه لأجواء اللعب في الأنفيلد أعطى مؤشرا بأن صفقة انتقاله لبرشلونة قابلة للتنفيذ بعدما أعلن استعداده لتخفيض راتبه الذي يتقاضاه في ليفربول. برشلونة الذي بقي لوحده يقاوم صمود ليفربول في الحفاظ عن نجمه كوتينيو قد يصعد من درجة المفاوضات لحسم صفقة انتقاله في حال تأكد خروج نيمار من البيت الكتالوني. إذن مشاهدينا للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو محلل قنوات بين سبورتس الكابتن محمد حمادة، ويكيبيديا بين سبورتس نسميك يا كابتن. الله يعطيك العافية ومساء الخير عليك كابتن. قبل بداية هذا الصيف، قبل بداية الميركاتو، توقعت أن يحصل مثل هذا السيناريو؟ في الواقع سؤال محرج مبين. يعني قبل فترة بسيطة نعم. لم يكن أحد يتوقع مثل هذا السيناريو. في الماضي القريب كانت هناك احتمالات كثيرة، أخبار كثيرة جدا. هل يأتي كريستيانو رونالدو؟ هل يأتي ميسي إلى باريس سان جيرمان؟ وبالتالي جاء كبير آخر إلى باريس سان جيرمان كما هو متوقع وهو نيمار. بالفعل لم يكن أحد يتوقع مثل هذا السيناريو. عموما أقول مبروك لقطر، هذا سفير المونديال 2022. مبروك بالنسبة إلى الفرنسيين. أقول بصراحة خبران سعيدان صاعقان نزلا على الفرنسيين وعلى الباريسيين تحديدا في الساعات الأخيرة. أولا فوز أو اقتراب باريس من تنظيم أولمبياد 2024، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى موضوع انضمام نيمار إلى الكتيبة البرازيلية التي يضمها باريس سان جيرمان. نعم. أحلى ما في هذا الموضوع، بات الكثيرون يحلمون بشيء ما بعرف إذا يتحقق أم لا، ألا وهو أن يحمل نيمار عندما يصبح يأتي أولمبياد 2024 يحمل الشعلة الأولمبية كآخر عداء ويدخل الملعب الأولمبي لكي يشعل الوعاء الأولمبي في حفل افتتاح نعم. الدورة الأولمبية. هذا ما يتمناه كثيرون من الفرنسيين. عموما أعتقد على أنه ضربة معلم و نعم. الخطة التي يتبعها باريس سان جيرمان من خلال الإدارة القطرية منذ العام 2011 طيب. هي في ضوء التحقق تدريجيا. طيب كابتن، دعنا نتحدث الآن يعني على موضوع برشلونة وإدارة برشلونة ولاعبي برشلونة. هل برأيك أن نيمار خلال هذه الفترة وبعد هذه الشكوك وهو لم يرد أو حتى ينفي، هل بات اللاعبون، دعنا نقول إذا كان هناك أمل ضئيل في بقائه في برشلونة، هل بات اللاعبون يرغبون ببقائه؟ أقول بصراحة بالنسبة إلى التصريحات التي صدرت مؤخرا، إن من جانب لاعبي باريس سان جيرمان أو من جانب لاعبي برشلونة، من بيكي إلى إنيستا إلى الجميع كانوا يدعون نيمار على البقاء في صفوف برشلونة، يتمنون أن يكون هذا لا ينفرط هذا الثالوث المكون من ميسي سواريز نيمار. نعم. لأنه في الواقع يعني في الفترة الأخيرة كان هناك شبه إجماع على أن إدارة برشلونة ركزت على الشق الهجومي ولم تعر الشق الدفاعي أي اهتمام، باعتبار مجرد أن يتسلم أحد الكبار الثلاثة المهاجمين الكرة فالفريق قادر على حسم موضوع طيب. أي مباراة. في المقابل أكثر من لاعب في باريس سان جيرمان وعلى رأسهم البرازيليين من داني ألفيش في آخر تصريح له وهو اللاعب النجم الجديد في باريس سان جيرمان، دعا نيمار إلى التحلي بالشجاعة لكي يأخذ القرار النهائي ويحسم أمره والانضمام إلى باريس سان جيرمان. نعم. حتى بالنسبة إلى أتصور أنا لم يصدر أي تصريح من قبل الإدارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ولكن تيتي أعطى
أعتقد حتى ولو لم يضلي بأي تصريح كان يتمنى أن ينضم نيمار إلى برشلونة. لماذا؟ إلى سان جيرمان. لماذا؟ لأنه هذه الكتيبة البرازيلية التي باتت تتواجد في باريس سان جيرمان هي ستمثل ولو بنسبة 30% المنتخب البرازيلي في المونديال الروسي المقبل. كابتن محمد حمادة، دعنا نتحدث الآن عن يعني نيمار سيرحل، ودعنا نتحدث عن المعوض لنيمار. من سيكون برأيك؟ قالوا كوتينيو، نفى يورجن كلوب ذلك. قالوا عثمان ديمبلي ونفت إدارة بوروسيا دورتموند، وأيضا قالوا غريزمان، قالت إدارة أتلتيكو ليس في هذا الصيف لأننا محرومون من التعاقدات. من سيعوض هذا النجم؟ لأقول بصراحة